ألمانيا، فرانكفورت، صبيحة 20 من أكتوبر تشرين الأول عام 1970. وفي داخل إحدى غرف فندق الانتركونتيننتال وجد السياسي الجزائري كريم بالقاسم وقد فارق الحياة. لم نكن نظن أن رحلة البحث في اغتيال مر عليه أكثر من 50 عاما ستواجه بهذه الدرجة من السرية والخوف من الخوض في غمارها، الأمر الذي دفعنا لمواصلة التحقيق ومضاعفة الجهود لنصل لوثائق نكشفها لأول مرة وبشكل حصري منذ حادثة الاغتيال. بدأنا بمسقط رأس الرجل تيزي ويزو، توجهنا لعائلته محاولين الحصول على أي تصريح يتعلق باغتياله. كوثر كريم بالقاسم التي ظهرت مرارا في وسائل الإعلام للحديث عن والدها لم ترد مطلقا على رسائلنا. أعدنا المحاولة مع الشقيق الأصغر لبالقاسم وابن شقيقه اللذين وافقا على الحديث عن السيرة الذاتية له فقط، رافضين تماما التطرق لاغتياله. والشيء الذي يحز في نفسي، لماذا عائلة كريم بالقاسم لم تتوجه إلى القضاء الجزائري لإنصافها وإظهار الحقيقة تامة غير منقوصة؟ اعتذر الكثير من المجاهدين من الذين رافقوا الرجل والذين عارضوه على حد سواء عن الظهور والحديث في مقتله، وآخرون وافتهم المنية قبل موعد مقابلتهم كالسيد بالقاسم بابسي والسيد محمد كشود، فيما أكد الجميع عدم اطلاعهم على ملف التحقيق في اغتياله والذي لم نعثر على أثر له في الجزائر رغم ما للرجل من وزن سياسي. واقع الأمر أنه كريم القاسم لا كان شخصية عادية. كريم القاسم كان شخصية ممتازة، كان مجاهد من الطراز الأول، كانوا يسموه أسد الجبال لأنه طلع الجبل في الأربعينيات قبل حتى ما تبدأ الثورة. كريم بالقاسم أحد أبرز قادة الثورة الجزائرية، حمل السلاح مبكرا في وجه الاستعمار الفرنسي وحضر جل المحطات الحاسمة فيها، شارك في قيادة الجزائر نحو الاستقلال، وكان يطمح أن يكون الرئيس الأول للجزائر عقب استقلالها. Le régime actuel, d'ailleurs depuis l'indépendance, n'ont été qu'un régime de clans, de police parallèle. الاغتيال نتاعو كان صدمة وحيطت بقدر كبير جدا من الغموض، لأنه ما كانش دليل معين على من يقف وراء الاغتيال. كريم بالقاسم كان خصما خطرا منافسا، أو يمكنك القول عدوا أكثر خطورة لنظام بومدين. فقد كثير من نفوذه وأصبح يعني تقريبا يشكل حرج على السلطات الجزائرية في فرنسا وبحكم علاقاته مع الأمن الفرنسي وحتى الأمن الإسرائيلي، تهمة إلى حد ما تمس الرئيس السابق. هذه المسألة نتاع الاغتيال ربما تكون فيه جهات دولية اللي هي متورطة في هذه المسألة من أجل جر الجزائر لحرب أهلية للاستيلاء على الموقع الاستراتيجي نتاعها وللاستيلاء على الثروات نتاعها. فالجزائر الجزائر اغتيال عبان رمضان والذي كان ضمنه كريم واحد من الفاعلين،
يعني لا يستبعد أن يكون جماعة عبان وراء العملية. ثم طرف آخر المصاليين الذين قضى عليهم وكان كريم من بين الذين يعني قضوا على تواجدهم أثناء الثورة التحريرية. إذن تعدد هذه الأطراف كلها يجعل من القضية قضية معقدة. سميت الحركة المصالية نسبة للزعيم السياسي الجزائري مصالي الحاج، الذي أسسها كحركة تحريرية في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي، وانتهت بخلافها مع مكونات الثورة التحريرية الجزائرية. وجدنا أنفسنا أمام قضية تشعبت أطرافها وكثر المشتبه فيهم، فكان لابد لنا من العودة إلى مسرح الجريمة، فندق الانتركونتيننتال، الذي لم نتلقى منه أي رد على مراسلاتنا الرسمية، فيما ردت إدارته هاتفيا بالرفض القاطع للخوض في المسألة أو الإدلاء بأي تصريح أو حتى السماح لنا بالتصوير. في الوقت ذاته بدأنا البحث عن ملف التحقيق الذي أجري آنذاك، وبحسب القوانين والبيروقراطية الألمانية قمنا بالتواصل الهرمي مع المسؤولين الألمان في سلك الشرطة الألمانية والنيابة العامة. توجهنا باتصالات وكتب رسمية إلى شرطة فرانكفورت التي حولتنا بدورها إلى النائب العام في ولاية إيسن. كان ردهم أنهم لا يمتلكون ملفا بهذا الاسم، وأن علينا التواصل مع وزارة الداخلية، فتابعنا الأمر مع وزارة الداخلية، وكان ردهم أنهم لا يمتلكون الملف، وأن علينا أن نتواصل مع المدعي العام الألماني. المدعي العام الألماني بدوره أحالنا إلى إدارة شرطة بون، كونه لا يمتلك الملف ويعتقد أنه سيكون في بون، حيث بقيت الملفات هناك عقب توحيد ألمانيا، وما كان من إدارة شرطة بون إلا أن أحالتنا إلى المدعي العام. أدركنا في هذه اللحظة وعندما يتم وضع صحفي في دائرة غير منتهية أن السلطات لا ترغب في إثارة الموضوع، حيث وبحسب قانون الصحافة الألمانية لا تستطيع السلطات عدم الرد على استفسار يتعلق بالسياسيين، وفي حالتنا لجأت لإجابات دبلوماسية لتبقينا في دائرة مفرغة. فقررنا إلى جانب الاستمرار في البحث عن مصير ملف التحقيق وما آل إليه أن نتوجه مجددا لنتعرف عن كثب على دائرة أعداء بالقاسم وأصدقائه. كريم بالقاسم هو واحد من أولئك الثلاثة الذين ينعتون في تاريخ الثورة بالباءات الثلاث، لي 3 بي. هؤلاء الباءات الثلاث بالقاسم، كريم، باء، بوصوف وبن طوبال. هؤلاء الرجال الثلاثة كان لهم الفضل بعد الله عز وجل في إدارة العلاقات التي كانت تربط الداخل بالخارج، وكانت لهم المكانة الكبرى في فجر اندلاع الثورة في فاتح نوفمبر 1954. المشكلة وين أنه بدأت عشية الاستقلال. عشية الاستقلال كانت فرنسا بحكم أنها كانت تحتل الجزائر، كانت هي تحضر ناس اللي هما يمسكوا السلطة، وبالتالي هذا الناس هما راهم رايحين يخدموا النفوذ الفرنسي. حدثت خلافات في مؤتمر الصمام وفيما بعد في الحكومة المؤقتة. بدأ يصعد النجم نتاع هواري بومدين إلى غاية هو أن وصل أنه القادة ومن بينهم عبد الله بن طوبال وعبد الحفيظ بوصوف اقترحوا من أجل باش يكون بومدين في قيادة الأركان. لما وصل هواري بومدين لهذا المستوى صار يخيف كريم بالقاسم.
كريم بالقاسم كان يرى في هواري بومدين مجرد ضابط لابد هو أن يخضع للإرادة نتاعو. خلافات كبيرة نشبت بين قادة الثورة، من بينهم كريم الذي كان يطمح حسب الشهادات يطمح إلى تولي مسؤولية أو تولي رئاسة الجزائر ما بعد الاستقلال. والحقيقة أنه هذا طموح كريم كان بداية التفاوض أو مسار المفاوضات الجزائرية الفرنسية، خاصة بعد 1960 و 61 إلى 62 في ظل المفاوضات الفرنسية الجزائرية التي كان يشرف عليها كريم منذ بدايتها إلى نهايتها، وهو الذي وقع اتفاقية إيفيان. اشتد الخلاف بين أحمد بن بلة الذي تولى رئاسة المرحلة الانتقالية ووقف إلى جانبه هواري بومدين بمواجهة بالقاسم، خلاف وصل إلى حد الاقتتال المسلح في واقعة عرفت بأزمة الولايات بين مجموعة تلمسان التي تزعمها بن بلة سياسيا وهواري بومدين من جهة، وبين مجموعة تيزي وزو من جهة أخرى، وعلى رأسها محمد بوضياف وكريم بالقاسم، والتي مثلت الحكومة المؤقتة. انتقل بعدها كريم بالقاسم إلى خارج البلاد، حيث أسس تنظيما معارضا ضم خصوما لبومدين عرف بالحركة الديمقراطية من أجل التجديد الجزائري MDRA. En face de nous, le régime, nous l'avons dénoncé après avoir patienté 5 années. Et à la suite de quoi, nous avons lancé le mouvement démocratique du renouveau algérien. اتهم بالقاسم بتنظيم محاولة اغتيال لبومدين، وبعد محاكمة غيابية عقدت له بتاريخ 24 من مارس آذار 1969 صدر حكم غيابي بإعدامه بتهمة الخيانة والتعاون مع العدو، في إشارة لتعاونه مع جهات خارجية من ضمنها فرنسا والموساد الإسرائيلي. فلم أرى يوما، وأعيد ولم أرى يوما، أن دولة تصدر حكما غيابيا سواء بالقتل أو الإعدام أو الحبس المؤبد إلى غير ذلك، وأن تطلب من المواطنين بتنفيذ هذا الحكم. إصدار حكم بالإعدام في 69 ومنشور في وسائل الإعلام آنذاك المكتوبة لغير العارفين لغير المدققين يقولون أن هذا الجهاز أو هذه المحكمة هي التي قتلته مرتين، مرة بإصدارها حكم الإعدام والمرة الثانية بالتكليف من يقوم بهذا العمل. اتصالات الموساد بكريم من أجل دعمه ثابتة، تناولتها وسائل الإعلام وتناولتها الوثائق الأرشيفية، والهدف هو قلب نظام الحكم في الجزائر. تواترت الروايات حول ثبوت الاتصال بين كريم بالقاسم والموساد الإسرائيلي، ولم يرد ذلك صريحا سوى في الوثائق التي تضمنها أرشيف إسرائيل المفرج عنه عقب 30 عاما من اغتيال بالقاسم، والذي تمكن المحاضر الجامعي مايكل لاسكير من الاطلاع عليه، وأورد ذلك في كتابه إسرائيل وبلاد المغرب. أنا أقتبس هذا الاقتباس القصير المهم: نحن ننصح أن تلتقي به في هذه المرحلة بحضور ناحوم. ناحوم كان رجلا من الموساد، وكان معنيا بالبقاء على اتصال مع جماعات سرية مختلفة من جماعات المعارضة. كانت تلك الوثائق من أرشيف الدولة الإسرائيلية في القدس، والتي يمكنني القول بأنها مرشدة بشكل كبير، لأن الوثائق الأخرى التي رأيتها في باقي دول العالم لا تتعمق إلى هذا الحد. في عام 1969
قام كريم بالقاسم بإجراء اتصال معهم. وفقا للمعلومات من خلال قراءتي بين السطور في الوثائق، أعتقد أن أحد المسؤولين في السفارة الإسرائيلية في باريس، أرييل ليفين، التقى مع كريم بالقاسم. ليس لدي أي معلومات عما تم مناقشته في ذلك الاجتماع، وأظن أنه كان اجتماعا واحدا فقط. هناك إسرائيليون حاولوا الاتصال بكريم بالقاسم لكي يتعاونوا معه للقضاء على النظام بومدين، وكريم بالقاسم رفض لأنه مجاهد وإنسان عظيم، ورفض كل محاولة اتصال للجانب الإسرائيلي. وربما تسمعين لأول مرة هذا الكلام. الموساد هي التي المستفيد الأول من قتل كريم بالقاسم، لأنها حاولت أن تجد لها موضع قدم في الجزائر. بالتأكيد لا، ليس هناك سبب يجعل الموساد يريد اغتياله، لم يكن هناك سبب. نحن متأكدون من أن النظام أراد التخلص منه، وأنا متأكد من أن هذا تم بأمر من بومدين. هناك أيضا قضية إعدام عبان رمضان. عبان رمضان كان شخصية تاريخية معروفة، اختلف مع الثلاثي المشهور خاصة كريم بالقاسم، وصدر أمر بإعدامه. فهناك أيضا من يقول بأنه مجموعة أو من يرتبط بعبان رمضان قد يكون مسؤول عن اغتيال كريم بالقاسم. الكتابات متوفرة بشكل كبير جدا، وتوجه صراحة أصبع الاتهام إلى كريم بالقاسم وإلى بوصوف في اغتيال ذات يوم في المغرب عبان رمضان رحمة الله عليه. ولذلك ستبقى دائما مسألة الاغتيال بين الفرضية الأولى والفرضية الثانية، بعيد عن المثالية، لأن الحركة المثالية تقريبا إلى غاية 1970 لم يبقى لها حضور أبدا. بعد الإفراج عن الوثائق الإسرائيلية بفترة طويلة، وبالتحديد في 25 من فبراير شباط 2019، تم الإفراج عن وثائق فرنسية تناولت اغتيال كريم بالقاسم. حيث أشارت إلى ضلوع عبد العزيز بوتفليقة والنظام الجزائري حينها في عملية الاغتيال. أنا اليوم الذي ظهرت فيه هذه التسريبات، قلت لمجموعة كانوا حولي، قلت أن فرنسا لم تعد تعول على بوتفليقة، وهنا كانت نهاية بوتفليقة إلى الأبد. من الوسائل القوية للحرب هي الحرب الإعلامية، البروباغندا. الوثائق التي تصدرها الآن فرنسا هي شبيهة بالوثائق المزورة التي كان يصدرها المكتب الثاني لتخوين واتهام شخصيات ما من أجل تثبيت أركان الشخصيات الفاعلة في تاريخ الجزائر. لذلك الوثائق التي سربتها المصالح الفرنسية هو فقط من أجل التشويش على الجزائريين عامة، لأن بوتفليقة يعشق فرنسا إلى حد النخاع الشوكي، نعم، وهو الذي حافظ على مصالحها من 99 إلى 3 أبريل 2019. لكن صديق الأمس يتهم الرجل بأنه وراء اغتيال كريم بالقاسم وغير كريم بالقاسم. فرنسا ليست لها مصلحة في اغتيال كريم بالقاسم، لأن كل شيء انتهى بين الجزائر وبين فرنسا بمعاهدة إيفيان. لا يمكن استبعاد أجهزة الاستخبارات الفرنسية، لأنه كما قلت الذي قام باغتيال كريم بالقاسم كان يستهدف الرئيس الراحل هواري بومدين، وليس كريم كشخصية وطنية.
لأنه في هذه المرحلة في نهاية الستينات الرئيس الراحل هواري بومدين قام بسياسة لتأميمات شاملة للثروات الوطنية، والخاسر الأكبر هو الجانب الفرنسي في هذه العمليات. في ظل تحليلات الوثائق المسربة عن فرنسا وإسرائيل، ومع التعتيم الإعلامي الكبير الذي شهده مقتل كريم بالقاسم في ذلك الوقت واتساع دائرة المستفيدين من مقتله، ازداد تمسكنا بمحاولة الوصول لملف التحقيق الألماني. فتوجهنا للسفارة الجزائرية في ألمانيا التي بدورها لم ترد علينا وتجاهلت كافة مراسلاتنا، الأمر الذي زاد من شكوكنا حول اختفاء الملف. تعبير اختفاء ربما تعبير غير سليم. ممكن أقول بأن هذا التقرير حفظ لأنه المضمون نتاعو قال ليست هناك أدلة معينة على اتجاه معين أو مجموعة معينة قامت باغتيال كريم بالقاسم، وبالتالي حفظ التقرير. كان السلطات يومئذ تعتم على كل المعارضين، وكان الإعلام كامل بيدها ومصالح الأمن بيدها فتفعل ما تريد. في رحلة البحث عن ملف التحقيق استمر تواصلنا مع السلطات الألمانية التي يمنع قانونها تسجيل المكالمات الهاتفية. بعد أخذ ورد مع السلطات الألمانية المخولة بالاحتفاظ بملف التحقيق، تمسكت بإجابة متشددة: أحضروا لنا رقم ملف التحقيق نخرجه لكم. تمكنا أخيرا وأثناء بحثنا الصحفي وعقب استقصاء مضن من الحصول على ملف التحقيق الألماني المختفي منذ 50 عاما، لنجد فيه تفاصيل دقيقة نكشفها بشكل حصري ولأول مرة. قدم ملف التحقيق الألماني وصفا دقيقا لرحلة بالقاسم منذ وصوله إلى ألمانيا، حيث كانت محطته الأولى دوسلدورف في 16 من أكتوبر تشرين الأول عام 1970 وصولا إلى فرانكفورت. وفقاً لتصريحات سائق القطار ومفتش السكك الحديدية الفيدرالي، استقل كريم مع 2 من رفاقه قطار دي رقم 304 الساعة 7:58 صباحاً من دوسلدورف، ووصل الساعة 10:56 صباحاً إلى فرانكفورت أم ماين للقيام بالرحلة إلى فرانكفورت. تتضح هذه المعلومات من خلال تذكرة القطار التي تحمل تاريخ 18 من أكتوبر تشرين الأول 1970 للقطار المذكور أعلاه، والتي كانت في حقيبة المتهم في فرانكفورت أم ماين في 11 من ديسمبر كانون الأول عام 1970. حصل كريم بالقاسم على حجز للغرفة رقم 1414 في فندق الانتركونتيننتال، تبعه 3 أشخاص بعد ذلك. بين الساعة 2 ظهراً و3 مساءً تم مقابلة 3 ضيوف في الطابق 14 مغمورين بالفرح والبهجة. ذهب الشخص الأطول وصاحب البشرة الداكنة، يمكن أن ينطبق الوصف على صلاح، إلى الغرفة 1414، بينما ذهب الآخرون إلى المصعد. كما يبدو هناك من لا يريد لها التعافي أبداً. بعد عقود من العنف والدم ببطء ولكن بعزم يعيد الصوماليون بناء دولتهم ويتحسن أداء اقتصادهم، لكن أياد تعمل على توسيع الهوة بين الولايات والحكومة الاتحادية في مقديشو، وتستهدف قلب العاصمة بتفجيرات واغتيالات لم تتوقف منذ التفجير الدامي في أكتوبر عام 2017. فمن يتحمل مسؤولية هشاشة الوضع الأمني في البلاد؟
وكيف يواجه الصوماليون هذا التحدي وتأثيره على حياتهم واقتصادهم. الصوماليون والبحث عن الاستقرار، القصة بقية. غدا في 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة. بتاريخ 20 من أكتوبر تشرين الأول 1970 حوالي الساعة 8 صباحاً تم العثور على جثة غير معروفة لمتوفى ذكر في فندق انتركونتيننتال في مدينة فرانكفورت على ضفاف نهر الماين. يعتقد أن وقت حدوث الوفاة هو ليلة 19 من أكتوبر تشرين الأول 1970، وقد حدثت الوفاة بعد عملية تخدير مسبقة. وجود حزام حول رقبة المتوفى ورباط في فمه لمنعه من الصراخ، وكذلك إصابات ناتجة عن الشنق لا تدع مجالاً للشك بحدوث جريمة قتل. وجود حقنة كبيرة من مادة كلور إيثيل مع كتابة باللغة الفرنسية في مغسلة الحمام تدل على التخمين السابق. وقت الجريمة المحتمل يوم الأحد بعد الظهر بتاريخ 18 من أكتوبر تشرين الأول 1970. مكان تواجد الأشخاص الثلاثة الآخرين المشتبه فيهم غير واضح. وجدنا كذلك في الملف ما يؤكد على التعتيم الإعلامي المتعمد الذي جرى في الجزائر آنذاك لمقتل كريم بالقاسم. في الجزائر تم التصريح يوم الأربعاء بأنه لن يتم الإعلان عن الوفاة المزعومة لكريم بالقاسم لا في الإذاعة ولا في الصحف. الدولة الجزائرية حتى الآن لن تفصح على هذا التقرير. الآن هذا التقرير بما أن القتل جرى فوق أرض ألمانية لشخص له جنسية أجنبية، فعلى الدولة التي وقع فيها أو أرض الدولة التي وقع فيها هذا الاغتيال أن تقوم بالتحريات إلى أقصى شيء، وهذه التحريات تكون في تقرير موثق ومعنون وعليه ختم وزارة الخارجية للدولة المعنية، وفي هذه الحالة هي الدولة الألمانية. تعطيه لمن؟ تعطيه لما يسمى المؤسسة السيادية في الدولة الأخرى. المؤسسة السيادية في الجزائر هي من؟ هي وزارة الخارجية. وزارة الخارجية تستلم هذا التقرير، يصبح ملكا لها، وما يسمى بنتائجه ملكا لهذه الدولة تتصرف فيها كما تشاء. المشكل أن في ذلك الوقت كان وزير الخارجية من؟ كان هو من كان متورطا ومتواطئا في هذا القتل. يعني أن هذا التقرير منطقيا دفن في وزارة الخارجية وكان بين يدي بوتفليقة، ولهذا إذا استدرج بوتفليقة أمام القضاء واستنطق واستجوب، فالسؤال الأول أين هو التقرير؟ لأنه هو الذي يقول أنا الرجل الثاني في النظام بومدين، هو وبومدين. هذه التهمة الأولى. التهمة الثانية هو إخفاء الحقيقة وإخفاء وثائق رسمية تدلي بالحقيقة، وكلاهما المؤبد. ورد في ملف التحقيق كذلك برقية سرية تشير إلى التوجيه الألماني بضرورة التعامل بسرية مع هذه المعلومات وحجبها عن الإعلام لأسباب سياسية، وهذا يتقاطع مع الصعوبات التي واجهناها مع السلطات الألمانية للحصول على الملف بشكل رسمي، حتى بعد أن قمنا بتزويدهم برقم الملف المطلوب.
وفقاً للوضع الحالي للتحقيق يجب اتباع سياسة الخصوصية في الحالة الراهنة. أرسل لك النسخة الفوتوغرافية من التقريرين القادمين من قبل إدارة الفريق الأمني التابع للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، وأرفق لكم الملفات بسبب أهميتها المحتملة في السياسة الخارجية. كثير من الأسماء وردت في ملف التحقيق والتي بالبحث والتنقيب، ومنذ البداية أثبت التقرير الألماني أنها أسماء وهمية. حميد آية مصباح، الاسم المستعار سالم كريم، ياسين كريم، حسن حساني، سعيد حساني، آية حميد، عز الدين، مأمون، ديفيد ليفي، عز الدين دلمالي، آية سعيد مصباح، سالم وهارون نيرمان. أحمد بوهوشي المسمى محمد صلاح، الاسم المستعار محمد صلاح والإخضر غيماني. محمد أوسليماني، الاسم المستعار محمد ديباي. لم تتمكن السلطات الألمانية وفقا لملف التحقيق من تتبع أثر الجناة، ناهيك عن إلقاء القبض على أي منهم. الأشخاص المذكورون تحت الأرقام ألف حتى جيم قد غادروا الفندق دون أن يدفعوا التكاليف، وقد أخذوا حقائبهم معهم، وذلك قبل أن يتم اكتشاف الجثة. أعلن المتحدث باسم مجموعة حفظ الأمن يوم الأربعاء عن أسماء الشخصين الاثنين المشتبه بهما بالقيام بجريمة القتل، وهما آية حميد وأحمد بوهوش. وكان البحث حتى الآن عن الشخصين الاثنين تحت اسم سليم كريم ومحمد صلاح، وهذان الاسمان هما اللذان سجلا نفسيهما بهما في فندق في فرانكفورت. غادر الأشخاص الثلاثة المذكورون الفندق أولاً، وأخذوا ممتلكاتهم دون مراقبة ودون دفع الفاتورة، ومنذ ذلك اليوم وهم فرون. تم العثور على أمتعتهم في مكتب الممتلكات المفقودة في 11 من ديسمبر كانون الأول 1970 بمحطة القطارات الرئيسية في فرانكفورت أم ماين. تضمنت الممتلكات بجانب الأشياء الأخرى أوراق هوية الرجل المقتول وأمواله، بالإضافة إلى سجلات مكتوبة من قبله تشير إلى نشاط سياسي قوي يهدف إلى الإطاحة العنيفة بالحكومة في الجزائر من قبله ومن قبل الأشخاص ذوي التفكير المماثل. وبعد 48 ساعة من الجريمة لم يكن من الممكن مطاردة وتتبع المتهمين داخل ألمانيا، وتم الاكتفاء بالأساس بتتبع وتحديد مسار هروب الجناة إلى خارج البلاد، لكن ذلك أيضاً لم يكن ممكناً، كما أن التدقيق ومراجعة الرحلات الجوية قد بقي غير مكتمل بسبب الاحتمالات الكثيرة وعدم وجود أدلة قاطعة بذلك. الأسماء بعضها يعني ربما يكون حقيقي وبعضها يعني غير حقيقي. مثلا في إشارة إلى اسم محمد صلاح يحيوي، فهذا محسوب يوحي بأن محمد صلاح يحيوي يومئذ العقيد صالح محمد صلاح يحيوي يومئذ كان عضو مجلس الثورة ومدير أكاديمية شرشال، يعني بعيد عن هذه الأمور. ففي نوع من التضليل حتى بالأسماء أنفسهم. في أسماء يعني بعض الأشخاص حقيقة فيه إيحاءات أنه متورطين إلى حد ما، اثنين على الأقل ممكن يعني يشتبه بوجودهم في ألمانيا في هذا الوقت. يصعب تحديد هوية هذه الشخصيات. ربما الاسم المتداول الذي كان سيلتقيه هو عبادو. هذا الشخصية كان أحد رفاق الكريم، كان مقرر أن يلتقيه في سويسرا وفي ألمانيا أثناء يعني عملية الاغتيال. هذا الذي أكدته أو يمكن تأكيده من خلال الوثائق الأرشيفية. خلص الشاهد عبدو إلى أنه قدم معلوماته بناء على ثقته بالسرية التامة للسلطات الألمانية المختصة.
كان صديقاً لكريم بالقاسم لمدة 12 عاماً، شاركه الآراء السياسية وإن كان بطريقة مختلفة، فقد حارب معه ضد النظام الاشتراكي الحالي في الجزائر العاصمة، ولأسباب تكتيكية لم ينضم إلى الحركة الديمقراطية الجزائرية للتجديد التي أطلقها كريم. أعقب حصولنا على ملف التحقيق وما اطلعنا عليه من اعترافات محفوظ عبده أو عباده، وكلا الاسمين للشخص ذاته، محاولات عديدة للتحقق من محتواه، وتمكنا أخيرا من الحصول على شهادة أحد المجاهدين المقربين من كريم بالقاسم، والذي اشترط علينا عدم ذكر اسمه أو الإفصاح عن هويته. محفوظ عبده متورط. محفوظ عبده هو اللي كان حدد الموعد لكريم بالقاسم. دوره هو كان في الحزب تاع كريم، وكان يلقى به ما نقولكش يوميا، ولا كان معاه. ويقال باللي المحفوظ عبده هذا صوفية من بعد في بيروت. خلص التحقيق الألماني مع الشخص المدعو محفوظ عبده إلى معلومات سرية حول انقلاب على وشك التنفيذ في الجزائر آنذاك، وجاء في اعترافاته: أقنع كريم عبده أن الوقت الحالي هو الوقت المواتي للانقلاب في الجزائر، وقد أصر على مشاركة مصباح في ذلك الحدث. في اليوم التالي في غرفة فندق عبده تم اتخاذ القرار بالإجماع من الأطراف لإعداد الانقلاب، وتم إنشاء اللجنة العليا للعمل الثوري الوطني، وتم ترشيح كريم بالقاسم، محفوظ عبده، حميد أيت مصباح، محمد صالح يحيوي كأعضاء في هذه اللجنة. في الاجتماعات تم وضع قائمة مجلس الوزراء للحكومة الثورية وخطة العمل للانقلاب، وتمت مناقشة البرنامج الأولي لحكومة كريم وإعلانه للشعب الجزائري. تم تعيين تاريخ 13 من أغسطس آب 1970 كموعد للسيطرة على السلطة، فقد خطط كريم أن يكون في الجزائر بعد 24 ساعة من حدوث الانقلاب. أما عبده فقد كان من المفترض أن يبقى في باريس كوزير للاقتصاد ووزير مؤقت للخارجية، وكان عليه الاتصال بالحكومات الغربية وإبلاغ الصحافة. في نهاية الأمر تم الإعلان عن تأجيل موعد الحدث الذي تم التخطيط له، وذلك نظراً لقلة الأسلحة المتوفرة. تبين أن محفوظ عبده كان في فرانكفورت في ذات تاريخ الاغتيال، وحاول حتى 20 من أكتوبر تشرين الأول مقابلة كريم بالقاسم. حاول عبده الاتصال بكريم 4 مرات في فندق فرانكفورت انتركونتيننتال في 20 من أكتوبر تشرين الأول 1970 حوالي الساعة 4 مساء، ولكن لم يفلح الأمر هذه المرة أيضاً. عندما علم عبده من خلال مكالماته الهاتفية مع زوجته بأنه لم تصله أي رسائل، افترض أنه لن يسمح له بحضور الاجتماع، وبهذا الاعتقاد قام في 20 من أكتوبر تشرين الأول 1970 صباحاً بالطيران إلى باريس. كان على يقين أن جهاز الأمن العسكري الجزائري قد خطط لجريمة القتل الشنيعة وأعدها ونفذها. يبدو أن مجموعة بالقاسم قد تم اختراقها من قبل المدعو مصباح آيت أحمد، وقد علمت السلطات الجزائرية بمخطط الانقلاب المزعوم. منذ البداية قام مصباح بممارسة لعبة فاسدة ضد كل من عبده وكريم، ومن المحتمل أنه تم قيادة العملية في 18 من أكتوبر تشرين الأول 1970 من قبل رئيس جهاز الأمن الجزائري، والذي قيل إنه كان في باريس في ذلك اليوم. ضمن اعترافات محفوظ عباده في ملف التحقيق، حصلنا على بعض الإجابات المتعلقة باغتيال كريم بالقاسم في ألمانيا وليس في باريس.
إن تم نقل مسرح الجريمة من باريس إلى فرانكفورت أم ماين، فربما كان ذلك بهدف عدم قطع المفاوضات مع فرنسا حول استغلال حقول النفط الجزائرية. كان لا بد لنا بعد حصولنا على هذه الشهادات من البحث عن الشخصية الحقيقية لمحفوظ عبده وتتبع مصيره، ولم نجد على أرض الواقع سوى آراء متضاربة حول هذا الاسم. البعض ادعى أنه كان ضابطا كبيرا في الأمن العسكري، وآخرون نفوا ذلك، فيما ادعى غيرهم أن عبده تم قتله فورا بعد عملية اغتيال بالقاسم، فيما نفى ذلك أيضا آخرون، لتبقى هوية هذا الرجل ومصيره مجهولين حتى اللحظة. وردت إشارة في التحقيق الألماني لوجود امرأة في كواليس عملية اغتيال بالقاسم دون التطرق لهويتها. وجدت علبة كبيرة من الشوكولاتة وحزمة كبيرة من الورد في غرفة الجريمة، من المحتمل أنها كانت لسيدة. نشرت رواية للكاتب الجزائري رشيد بوجدرة تحاكي عملية اغتيال كريم بالقاسم، استند فيها المؤلف على ادعاء بأن ابنة عمته أسرت له قبل موتها بدور لها في عملية الاغتيال. ابن عمتي كانت عندها دور في اغتيال، كانت صديقة ابنة، يعني تقريبا كان كريم بالقاسم عرفها وهي صغيرة خلاص، كانت في الثورة، دخلت الثورة. بنت عمي هذه فرملية كانت يعني ممرضة صغيرة، طلعت تجيب لي 20 سنة، ولكن هي حكيت تحكي لي حوايج نص نص، شبه فهمت وما فهمتش. انه هي اللي ساعدته، لانه كريم بالقاسم كان في فندق كبير وعنده نسويت وكلش، كيفاش حتى وصلوا له باش دخلوا له الغرفة وقتلوه. كان فيه شريك وهي شريكة بنت عمتي، هي دخلت، هو كان ثايق فيها 100% وعندها المفتاح تاع الغرفة تاع السويت إلى آخره. وأظن لعبت دور، هي دخلتهم الجماعة اللي قتلوه. حجة ضعيفة. أولا، ما هي نوع هذه الرواية التي ألفها رشيد بوجدرة، وإلى من هي موجهة، وبأي لغة كتبت؟ هذه الرواية هل ترى هي رواية من صنع الخيال، يا هل ترى هي رواية أدبية، يا هل ترى هي رواية سياسية، يا هل ترى هي رواية من الواقع، يا هل ترى هي رواية بوليسية؟ ولنفترض هو أن هذه الرواية من الواقع، أن هذه السيدة تحدثت مع رشيد بوجدرة وقالت له في أيامها الأخيرة من أنه كانت مساهمة إلى حد ما في اغتيال كريم بالقاسم. ما الذي يثبت أن هذه السيدة تحدثت مع رشيد بوجدرة؟ ورد في ملف التحقيق ما يشير إلى أن هذه المرأة قد تكون زوجة شخص يدعى العقيد محمد صلاح اليحيوي. الغرفة المزدوجة 1414 التي طلبها كريم كان من الممكن أن تكون مخصصة فقط للعقيد يحيوي وزوجته، اللذين ربما أراد أن يقدم لهما الحلويات كما هي العادة في الدول العربية والزهور. جاء في التقرير النهائي للتحقيق الألماني في مقتل كريم بالقاسم يشتبه في أن الخطط النهائية للسياسي المنفي لم تخفى على السلطات الأمنية الجزائرية، بصرف النظر عن عقوبة الإعدام الحالية والمخاطر التي شكلها كريم للحكام الحاليين في الجزائر، فإن الانضمام إلى جماعة معارضة ثورية غير معترف بها وبالتالي لا يمكن السيطرة عليها كان يمكن أن يكون الدافع الأخير لقتله. كل شيء يشير إلى أن الهجوم قد حصل لأسباب ودوافع سياسية، ومن المرجح أن يتم العثور على الجنات في أوساط المتنفذين وأصحاب السلطة في الجزائر، ويبدو أن تنفيذ أمر القتل نقل إلى جهاز الأمن العسكري الجزائري وتم رفعه له. القتل أو القتل كان قتلا سياسيا، والأمر جاء من الجزائر ولم يأتي من مكان آخر. الناس اللي قاموا هذاك الوقت الأمن الداخلي اللي هو اللي
اللي كان يعني صفى كريم بالقاسم، ومنهم شخصين من بعد ما ظهروش بعد التصفيات تاع كريم بالقاسم، حتى هما نفسهم ما ظهروش للآن. واحد يقال أنه واحد صوفية في بيروت. للعلم الجثمان كريم بالقاسم أو رفات كريم بالقاسم مدفونة في الجزائر، وهذا يدل على أن أسرة كريم بالقاسم لم تحمل أو لا تحمل النظام الجزائري أي مسؤولية في اغتيال كريم بالقاسم، وإلا لاحتفظت بالجثمان في ألمانيا كما كان عندما دفن. لم تكن أسرة كريم فقط التي أحجمت عن المطالبة بالعدالة، وإنما اختفت الأصوات المؤيدة لكريم بالقاسم حينها حتى من أعضاء تنظيمه MDRA. فيه مجهود من طرف المناضلين، ولكن ما كانش مؤسس على طريق رسمي، وبذلت عدة مجهودات باش يحصلوا على الملف الحقيقي، ولكن هم الألمان يرفضوا. يعني كان عندهم السلطة الدخل طبعا، السلطة تاع بومدين هذاك الوقت، وفي صفقات يعني ما بين الألمان والحكم في ذلك الوقت، حكم بومدين طبعا. كما لم يعرف مصير شركائه في مخطط الانقلاب وفقا للتحقيق الألماني الذي ورد فيه. كان يعرف غالبية الأشخاص في قائمة مجلس الوزراء للحكومة المؤقتة لكريم، فالبعض منهم كان في الجزائر والبعض الآخر في الخارج. كان لابد من الافتراض أن مصباح كان يعرف أسماءهم. من المؤكد أن حياة وحرية هؤلاء الأشخاص في خطر. طبعا البعض منهم صوفية جسديا، والبعض الآخر سجينة كانوا مسجونين، جازوا في محكمة عسكرية وكانوا في سجن وعقبوا 6-7 سنوات حتى 10 سنوات. ومن اللافت أن أحدا لم يحاول الوصول إلى بالقاسم أو الاتصال به من تاريخ 18 من أكتوبر تشرين الأول وحتى 20 من أكتوبر تشرين الأول، حيث وجد الجثمان بعد مرور يومين على موته. وهذا التأخير سببه أن موظفي الفندق اعتقدوا أن الضيف النزيل في الفندق نائم في سريره، حيث كان معلقاً على الباب عدم الإزعاج. ومنذ ذلك الحين أغلق الملف ولم يعد فتحه. ربما يعني الملف أغلق في حينه، ولكن مثل هذه الملفات لا يمكن الكلام عن غلقها بصورة نهائية. قصة اغتيال أو طريقة اغتيال كريم بالقاسم ستبقى مفتوحة إلى أن نثبت العكس. انتخابات الرئاسة الأمريكية، تغطية خاصة على قناة الجزيرة.